هاد السيده اللي في الصوره كانت كتشرب قهوتها كل صباح في الجرده ديال دارها، وهي جالسه فوق 7 ديال الجوتات مدفونين تحت رجليها. جوتات ديال الناس ساقوا فيها واعتبروها امهم الثانيه، ولكن هي كانت كتشوف فيهم مجرد شيكات بنكيه كتمشى على الارض. كيفاش قدرت تخدع مدينه كامله لسنوات؟ وشنو هي الورقه الصغيره اللي دوزها راجل خايف للمحقق وكانت السبب في كشف اخطر مقبره جماعيه في كاليفورنيا؟ وكيفاش مراه كبيره وكل شيء تيشوفها كتقدم خدمه للمجتمع تقدر ترتكب هذه الجرائم وتخبيها لسنين بوحدها؟ وهذا الشيء اللي غادي نعرفوه اليوم في الحقيقة الكاملة. نجيو نرجعوا بالوقت لبداية الثمانينات. مدينة ساكرامنتو كانت كتعيش واحد التناقض غريب، من جهة هي مدينة هادية وكتكبر، ومن جهة أخرى الشوارع بدات كتعمر بالمشردين والناس اللي المجتمع تخلى عليهم. شمال كاليفورنيا كان ديما قبل لهاد الناس بسبب جوج حوايج، الطقس والمساعدات، وهذا الشيء بالنسبة لهاد الفئة الهشة هو اللي محتاجينه. في هاد الأجواء كان جودي مويس مستشارة اجتماعية في جمعية وكدير خدمتها بشغف. المهمة ديالها كانت تلقى مأوى للناس اللي عندهم أمراض عقلية وما قادينش يعيشوا بوحدهم. ومن بين هاد الملفات طاح في يديها ملف ديال راجل سميتو ألبرتو مونتويا المعروف ببيرت. بيرت كان في عمره 51 سنة، كيعاني من انفصام في الشخصية، ولكن التصرفات ديالو كانت بحال شي طفل صغير بريء وما يقدر يدير حتى حاجة بلا مساعدة. جودي بغات تحميه من الشارع ولقات ليه داكشي اللي كانت كتقلب عليه. نزول في العنوان 1426 شارع اف. مولات النزول دورتيا بونتي كانت شخصية محبوبة عند الشرطة وعند المساعدين الاجتماعيين وعند عامة الناس، وكتقدم راسها كممرضة سابقة في الحرب العالمية الثانية، وكتقول أنها كتعتبر النزلاء بحال ولادها. النزول فعلا كان عامر بناس مرضى وعجزة بحال جيمس كالوب اللي فيه ورم في الدماغ، وميلر المدمنة وكبار في السن آخرين. بيرت سكن تما وتحت رعاية دورتيا حالته تحسنات، لبس حوايج نقيين وحسن شعره وبان عليه ارتياح، وحتى الضحكة رجعت لوجهه. جودي مويس أخيرا قالت أن بيرت في مأمن. ولكن في صيف 1988 بدات الامور كتاخذ منحى غريب. جودي مويس لاحظت اختفاء مفاجئ لبيرت. مشات سولات دورتيا والجواب كان عادي، قالت لها بيرت راه جا خوه وداه مع المكسيك باش يعيش تما. هاد القصه اي واحد يقدر يتيقها، ولكن جودي اللي كتعرف بيرت مزيان ما تيقاتش. بيرت كيخاف يتحرك بوحدو وما عمرو جبت شي عائله في المكسيك، والشك ديالها تحول ليقين. وصلها اتصال غريب للمكتب، راجل بصوت مجهول قال لها الو انا دون انطوني. لا سميتي ميشيل اوبون وبيرت راه معايا. الراجل تلف السميه وبان باللي كيمثل. جودي واجهت دورتيا والاخيره اكدت القصه وقالت لها بصح راه خلى لي رساله بانه غادي يمشي يعيش تما في المكسيك مع اخوه. هنا جودي قالت كاينه شي مصيبه وقررت تبلغ الشرطه رسميا. استجابه للبلاغ وصل الشرطي ريتشارد لشارع اف واستقبلته دورتيا بابتسامه عريضه. الشرطي فتش الدار سطحيا وسول النزلاء، وواحد النزيل سميتو جون شارب اكد كلام دورتيا وقال بيرت سافر. الشرطي كان مخدوع بالمظهر ديال السيده الظريفه وكان خارج وناوي يسد الملف نهائيا، ولكن في اخر لحظه وقبل ما يركب في طوموبيلته قرب منه جون شارب، نفس الشخص اللي اكد القصه قبل لحظات، وعطاه بالتخبيه ورقه صغيره مطويه في يده ورجع للور. الشرطي حل الورقه وتما كانت الصدمه. الرساله كتقول هي بزات علينا نكذبوا، بيرت ما مشاش للمكسيك، تلاقاني في شي بلاصه عندي ما نقول لك. وفعلا تلاقى الشرطي مع جون شارب. الشاهد كان باين عليه الخوف وفجر قنبله من المعلومات. قال ليه دورتيا كذابه، كاينين روايح خايبين بزاف في الجرده وفي النزول، وكنسمعوا خبيط في الليل بحال شي حد كيجر شي جثه، وشفنا حفر كتحفر في الجرده وكتعاود تردم. الملف انتقل لفرقه جرائم القتل وتكلف به المحقق المخضرم جون كابريرا ما تاقش في المظاهر ومشى دار اول حاجه كيديرها اي محقق ذكي، وهي التدقيق في الماضي ديالها. وهنا غادي تكون اول صدمه للمحقق كابريرا. هاد السيده الظريفه واللي كل شيء عزيز عليه عندها سجل عامر جرائم، من بينها انها تشدات في عام 1982 بتهمه تخدير الناس وسرقه شيكاتهم ودوزت عليها 3 سنين في الحبس. والاكثر من ذلك الطبيب النفسي شخصها بان الكذوب اللي فيها وصل لحاله مرضيه. كابريرا عرف راسو كيتعامل مع مجرمه محترفه. ونهار 11 نوفمبر 1988 كابريرا وفريقه رجعوا للدار. فعلا قلب الدار كامله ولكن ما كاين حتى اثر للبيرت، لكن كاين حاجات غريبه. ريحه المعطر قويه بزاف في النزول، بحال الا كتغطي على شي ريحه اخرى.
ولقى قراعي ديال مهدئات قويه بكميات كبيره، وشاف واحد البيرمي فيه تصويرتها ولكن السميه اللي فيه ماشي ديالها. واللي غادي يثير الانتباه ديالو هو انه لقى كتاب عنوانه العقاقير وتاثيرها، محطوط بحال شي كتاب ديال الطبخ. وهنا قرر كابريرا يطلب منها يحفر في الجرده. دورتيا في قمه الثقه بالنفس وهدوء المجرم قالت ليه حفروا وخذوا راحتكم. فعلا بدا الحفير، وبعد 45 دقيقه المحقق كابريرا كان كيحفر بيده. الفاس ضرب شي حاجه قاصحه، كابريرا جرها، كان كيسحب ليه شي جدر ديال الشجره، ولكن ملي مسح عليها التراب لقى راسو شاد عظم الرجل البشريه مازال لاصق فيها الصباط. كابريرا طلع من الحفره وجهه صفر وواجه دورتيا بهذا الشيء اللي لقى. السيده ردت الفعل ديالها بدات كتمثل انها تصدمات، وقالت ليه من الفوق واش يمكن ليا نمشي نشرب قهوه في الفندق اللي في الدوره باش نهدا ونستوعب هذا الشيء. وحيت مازال ما كانش عندهم دليل قطعي يربطها بالجثه ديك الساعه ومازال ما صدراتش مذكره اعتقال، كابريرا خلاها تمشي، وهذا هو الخطا اللي غادي يندم عليه. دورتيا مشات للفندق ولكن ماشي باش تشرب قهوه، دورتيا اختفت وهربت وخلت وراها مدينه مصدومه. وبمجرد ما هربات الحفر استمر، والجرده الصغيره بدات كتطلع الاسرار ديالها. الجثه الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه. في الاجمال لقاو 7 ديال الجثث مدفونين في مساحه ضيقه جدا، والمنظر كان خطير. الجثث كانت محنطه بطريقه بدائيه، ملفوفه في غطاوات ومن فوقها البلاستيك ومسدوده بسكوتش عريض باش الريحه ما تخرجش. وبعض الجثث كانت بلا راس وبلا يدين ولا رجلين، والسبب باش الشرطه ما تعرفش الهويه ديالهم من خلال البصمات او الاسنان. وزيد عليها ان واحد الجار جا عند الشرطه وقال لهم واحد النهار لقيت 24 سنه بشريه مرميه في الجرده ديالي ديال الذهب. ما فهمتش ديك الساعه، ولكن دابا عرفت انها كانت كتحيد سنان الضحايا باش تبيع الذهب. الخبر ولا عالمي، ومطاردة دورتيا بونتي ولات في كل القنوات. وبعد 5 ايام جا اتصال من لوس انجلوس. هذا الاتصال الراجل المتقاعد شك في واحد السيده تلقاها في بار وبقات كتهضر ليه غير على الشيكات الضمان الاجتماعي. الشرطه تحركت بسرعه للبلاصه وحاصرت الفندق وشدوها بلا مقاومه. من حلات الباب بانت عليها الصدمه وانها صافي طاحت. التحقيقات بينات ان الدافع كان الطمع المادي المحض. دورتيا كانت كتقتل النزلاء بجرعات زايده من دواء منوم، من بعد كتزور توقيعاتهم وكتستمر في استلام الشيكات الشهريه ديالهم، وهذا الشيء خلاها جمعات ثروه من فلوس الموتى. المحاكمه بدات في عام 1993 والدفاع حاول يلعب ورقه الموت الطبيعي بسبب ان اغلب الضحايا كبار في السن، ولكن الادله كانت قويه، بقايا الدواء اللي في الجثث والتزوير المالي وشهاده الشهود. هيئه المحلفين هنا ادانت دورتيا بونتي والقاضي نطق بالحكم. السجن المؤبد 2 مرات زيد 25 سنه دون امكانيه السراح المشروط. دورتيا بونتي ماتت في السجن عام 2011 وهي مازال كتنكر وكتامن انها بريئه واخا دازت سنين على هذه المجزره. باقا قضيه منزل الموت جرح كبير في ذاكره ساكرامنتو. الضحايا كانوا ناس غير مرئيين بالنسبه للمجتمع، وهذا التهميش هو اللي سمح للمجرمه بحال دورتيا انها تستغلهم لسنوات. ولولا شجاعه جودي مويس اللي ما سكتاتش، ولولا الورقه الصغيره اللي عطاها جون شارب المحقق، ولولا بيرت مونطويا اللي كانت التضحيه ديالو هي المفتاح، ربما كانت الجثث غتبقى مدفونه للابد تحت تماثيل في جرده. هذه القصه كتعلمنا درس واحد: الشر ما عندوش ملامح محدده، يقدر يجيك في صورة خير. تديروا مرا كبيره وظريفه وجرده في نزول فيكتوري تتسنى الضحيه التاليه. السلام عليكم.